لو ما شفتش الموسم الاول من الحكايه فروح شوفه الاول يا صاحبي علشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. في نهايه الموسم اللي فات عرفنا ان الامبراطور قرر ينهي حياه الكاهنه علشان مقتنع ان هي كانت بتخطط لاغتياله في الهجوم اللي حصل، وكان واضح ان ليه اتفاجئ لما عرف، خصوصا انه عارف الكاهنه شخصيا وعلاقتها المقربه بالاميره ايميلا، لكن حاليا مرضيش يقول لها لحد ما يرجعوا من رحله الصيد اللي هم فيها. المهم بعدها وفي يوم ممطر جدا شفنا الاميره جانا قاعده قدام قصر الامبراطور ومش عايزه تمشي. كل الخدم قالوا لها انها كده هتتعب جدا، لكنها فضلت مصممه هي مش هتمشي غير لما الامبراطور يقابلها ويسمع اللي عندها. لكن وقتها الملك كان رافض لانه كان عارف انها عايزه تتكلم عن موت الكاهنه لانها كانت المعلمه الخاصه بيها ومش راضيه باللي حصل لها ده. وفي وسط اصراره انه مش عايز يقابلها الخدم فضلوا يندهوا عليهم لان الاميره اغمى عليها بره وواضح انها تعبانه جدا. فالامبراطور امرهم ياخدوها بسرعه للجناح اللي كانت فيه الكاهنه ويجيبوا الدكتور، لكن الغريب لما امرهم انها ما تخرجش من هناك مهما حصل غير بامره هو. في نفس الوقت كان الوضع مع علي ملخبط برضه من كذا ناحيه، اولها انه عايز يعرف مين صاحب السهم اللي حاول يقتل الاميره، وفي نفس الوقت يكتشف مين اللي ورا محاوله اغتيال الملك. فجاه دخل عليه واحد من الخدم وقال له ان الاميره ايميلا سابت الجناح بتاعها وراحت لمكان الكاهنه، وهو مأكد عليهم انه مهما حصل ما يخلوهاش تروح هناك علشان ما تعرفش انها اتقتلت. لكن وقتها كانت هي وصلت واستغربت ان المكان مهجور بشكل غريب، ولما دخلت اتفاجئت ان الاميره جانا والخادمه بتاعتها هما اللي موجودين، واستغربت كمان ان جانا اول ما شافتها بدأت تعيط وسألتها هي عايزه ايه وطلبت منها تمشي لان الكاهنه خلاص ما بقتش موجوده. فايميلا اتفاجئت وقالت لها ازاي يعني، وفضلت تضغط عليها علشان تتكلم. فالخادمه بتاعتها بعدت ايميلا وقالت لها انت السبب، بسببك هي ماتت ودلوقتي جايه تأذي الاميره كمان. طبعا ايميلا ما كانتش مستوعبه الكلام وسألت جانا تاني هو ايه اللي بيتقال ده، فهي عرفتها ان الكاهنه اتقتلت لما هي كانت في رحله الصيد وكل ده كان بسببها من البدايه. فايميلا اتصدمت ودخلت تنده عليها في كل مكان وما كانتش مستوعبه ازاي ده حصل. كمان جانا قررت تمشي من المكان علشان تخرج من الحاله اللي هي فيها دي. وقتها شافت رساله الكاهنه كانت كاتباها لها بتشكرها فيها، وعرفنا ان زمان الامبراطور طلب من الكاهنه تعلم واحده من بناته العزف، وهي اختارت جانا وقتها، وفعلا هي اتعلمت بسرعه وكان واضح انها حباها بالرغم ان الكاهنه كانت قاسيه عليها علشان تعلمها، لكنها كانت عارفه انها بتعمل كل ده علشان تخليها احسن. وقالت لها في الرساله انا كنت عارفه انك كنت متضايقه من ايميلا علشان دايما ببقى معاها، لكني كنت بعملها كاي واحده من اللي في القصر قبل حتى ما اعرف ان هي مرات الامير لي، وحتى بعد ما عرفت مفيش حاجه اتغيرت كتير، هي برضو كانت وحيده زيك كده. لكن في اخر الرساله عرفتها انها اقرب واحده لقلبها من وسط كل الموجودين هنا. المهم جانا بعدها خرجت من المكان شويه، وايميلا كمان شفناها ماشيه في المدينه ولسه مش مصدقه اللي حصل. كمان لقيناها بتتخانق مع الناس اللي عمالين يتكلموا على الكاهنه وبيقولوا انها مجرمه وهي اللي كانت بتخطط لاغتيال الملك. لكن قبل ما الناس تتعرف عليها جه واحد من الخدم واخدها من وسطهم بسرعه قبل ما تخرب الدنيا، وهناك عرفها ان الامير هو اللي بعته وراها علشان يرجعها. وقتها كان هو مستنيها علشان يتعشوا مع بعض، لكن الخدم قالوا له انها رجعت وقاعده في الفناء الخلفي، وقالت لهم انها مش عايزه تاكل. فليه فضل ساكت وقرر ياكل هو، لكنه قال لهم يجهزوا لها اكل علشان لو حبت تاكل بعد شويه، وكان عارف ان الحاله اللي هي فيها دي بسبب حزنها على الكاهنه، لكن ما كانش في ايده حاجه يعملها، هي الوحيده اللي في ايدها تخرج نفسها من الحزن ده. وفعلا وقتها كانت هي عماله تعيط بره وكل تفكيرها كان فيها. شويه ولقينا ليه خارج وبيديها المعطف بتاعه علشان الجو برد، وطلب منها تدخل في الوقت اللي تحبه، فهي قالت له استنى، وكانت عايزه تتكلم معاه وعايزه تعرف هم ليه عملوا فيها كده بالرغم ان هي ملهاش ذنب في اللي حصل. فليه قال لها واضح انك اتعلقتي بيها بالرغم انك قابلتها من كام شهر بس، لكن صدقيني اللي حصل ده كان هيحصل عاجلا ام اجلا، في حاجات كتير حصلت زمان انت ما تعرفيهاش، علشان كده ما تفتكريش انك كنت السبب في اللي حصل لها، بالعكس هي كانت مبسوطه في اخر ايامها علشان كانت بتقضي وقتها معاكي، واكبر دليل ان هدت لك الآلة الموسيقيه الخاصه بيها، وطلب منها تدخل اوضتها قبل ما تتعب من البرد. وفعلا بعد شويه دخلت، وطبعا تالي مش هتعدي موضوع انها لابسه المعطف بتاع الامير ده، وقالت لها واضح انه خايف عليكي موت. فايميل قالت لها بقول لك ايه روحي من هنا، واتفاجئت كمان ان ليه جاب لها الآلة الموسيقيه بتاعت الكاهنه واللي كان قال انه حرقها وقت التفتيش. فرجعت تاني تعيط على اخرها، ليه يا ابني كده بس، ما احنا كنا ما صدقنا انها تهزر شويه ونفسيتها تتحسن. المهم تاني يوم شفنا تالي ماشيه زعلانه في القصر، وقالت لمساعد الامير انا حاولت معاها لكن للاسف هي مصممه. فالواد قال لها لا ما تهزريش دي مصيبه، انا لازم اروح اعرف الامير بسرعه. في الوقت ده كان بطلنا بيلعب مع زين كالعاده، واللي كان مستغرب هو ازاي بيخسر بسهوله كده، وقال له مالك شكلك تعبان من حاجه، وعمل فيها دكتور طبعا، وفضل يفكر كده وقال له انت بتحب يا اسطى، هو ده سبب انك مش مركز في حاجه، وفضل يضحك عليه. فليه قال له يا برودك يا اخي بطل كلام في الموضوع ده لانك تقريبا نشرت
زيارته في القصر كله، ودلوقتي اغلبهم فاكرين ان بحبها فعلا. وقتها وصل المساعد بتاعه قال له الحق يا مولاي، الاميره ايميلا في المطبخ وبتقول ان هي اللي هتعمل الغدا النهارده. فطبعا الاتنين تحس ان صعقه كهربائيه مسكتهم، وقال له زين طيب استاذن انا بقى يا صاحبي، الف هنا على قلبك الاكل اللي هي هتعمله. فالامير دان هو كمان جه وقال لهم مالكم في ايه؟ فاخدوه خرجوا وقالوا له بص انت لازم تشوف لنا مكان بره القصر نتغدى فيه، واتفقوا انهم مش هياكلوا هنا النهارده اطلاقا. في الوقت ده كانت بطلتنا الشيف المحترفه مظبطه الدنيا وعماله تعمل لهم اكل اشكال والوان. والله هي شاطره بس مش بتقدر تكمل الحاجه كويس للاخر، ولازم تعمل مصيبه. وفعلا الذكيه كانت عايزه تحط السمكه دي وهي صاحيه في الحله، فطبعا السمكه عملت سوبلكس وطلعت تجري، والهبله طلعت تجري وراها. وقتها كان اصحابنا واقفين بيتكلموا زي ما هم، ولقوها جايه بتجري وبتقول لهم حد يمسك السمكه دي، وبيبصوا لقوها بتطير في السما زي قطط الشوارع وبتقفش السمكه من دماغها. وفي ثواني كانت عامله لهم احلى طبق سمك محروق ما بيتعملش غير للغاليين بس. فدان قال لي ليه ومين اغلى منك هنا، يلا خد كله انت بقى. فليه قال له لا والله كان نفسي بس انا عامل دايت الايام دي. اديل زين، هو بيقولوا انه بياكل الحاجات دي وبيقولوا انه جعان من الصبح اصلا. فزين قال له مين ده اللي جعان يا عم انت، والله ما انا واكل حاجه، انا اخر مره اكلت من ايدها بطن فضلت شهر تعباني. وفضلوا هما التلاته يتخانقوا مع بعض على اللي ياكل بقى. وقبل ما دان يمشي عرفوا ان الامبراطور عايزه لانهم وصلوا لادله جديده، ده غير ان هو كمان ملاحظ انه بقى مبسوط اكتر من بعد ما اتجوز ايميلا. فليه قالوا بعدين بقى في الموضوع ده. وطول الليل فضل قاعد ساكت كده وعمال يفكر فيها ويقول هل ممكن فعلا، بس يرجع تاني يقول لا يا جدعان مستحيل، الجوازه دي من الاول كانت علشان هدف معين ومش ممكن يتغير. المهم تاني يوم شفنا ايميلا خارجه من الجناح بتاعها واستغربت هو ليه فين، لانها كل يوم بتشوفه قاعد بيقرا في المكان ده. فالمساعد بتاعه قال لها لا اصل زين كان تعبان شويه من امبارح وهو راح يشوفه. فايميلا قالت يا لهوي لا يكون تعب من اكلي، انا بس حرقت السمكه والله ما عملتش حاجه تانية. وفعلا اللي هي فكرت فيه طلع صح، وزين كان يا عيني تعبان بعد ما اكل. وطبعا ليه رايح يزوره علشان ما يقولهاش انه اتورط غصب عنه، وقال له بقول لك ايه ليه انت لازم تشوف حل لموهبه مراتك دي وتخلصنا منها. وقتها كانت ايميلا وصلت وسمعتهم بيتكلموا عليها، فوقفت تسمع هما بيقولوا ايه دول. زين وقتها كان بيسالوا عليها وبيقول له هي عامله ايه بعد الاصابه اللي حصلت لها في الغابه دي. فهو قال له ما انت شايف اهو زي القرده وعماله تتنطط كمان. وسكته بقى علشان يبطل يضايقه بموضوع انه بيحبها ده. وقتها كانت هي سامعاه واتفاجئت ان زين بيقول له انه بيحبها بس بيكابر، لكن اللي صدمها لما هو قال انه لا بيحبها ولا حاجه، ومش فاهم هو ايه الحلو لما واحده كانت مخطوفه وهو انقذها ودلوقتي دخلوها حياته وعايزينه يحبها. ورجع تاني يقول ان الموضوع ده كله كان بسبب الامبراطور وهو ما كانش يقدر يرفض حاجه. طبعا ايميلا كانت سامعه كل ده وزعلانه لان هي بتهتم بيه وهو بيقول عليها كده، ومشيت وهي بتعيط. وقتها هو سمعها لكن لما خرج كانت هي مشيت خلاص. فزين خاف لا تكون سمعت اللي هم قالوه، لكن ليه قال له ده احسن ليها علشان ما ندخلش في حوارات تانية احنا في غنى عنها. وقتها هي كانت ماشيه لحد ما وصلت لمكان الكاهنه تاني من غير ما تاخد بالها، لكن ده لانها كانت متعوده تيجي هنا تشكيلها على كل حاجه بتحصل لها. وفجاه وهي ماشيه جت عربيه بسرعه وقفت قدامها. وقتها كان ليه راجع من عند زين وشاف تالي والمساعد بتاعه واقفين يتكلموا، ولما لقوه راجع لوحده كده سالوه هي ايميلا فين لانها ما رجعتش لحد دلوقتي، واللي هم عارفينه انها كانت معاه عند زين. فليه قلق هي راحت فين دي وهو عارف انها كانت ماشيه بتعيط. طبعا انتوا فاكرين انها اكيد يعني قاعده بتعيط لسه ولا زعلانه في مكان كده لوحدها، لكن احب اطمنكم انها لا، العربيه اللي وقفت قدامها دي كانت فيها كايو اخت ليه اللي قالت لها انا بقى عازماكي على عشاء، انما ايه هينسيكي الزعل وهينسيكي ليه نفسه. فايميلا قالت يا سلام من امتى وانت بتخرجي لوحدك كده وايه البتاع اللي انت بتشربيه ده. واكتشفت ان المعلمه دي لا عزمها ولا حاجه، ده حجزت المطعم ده باسم ليه علشان تيجي تشرب وتقضيها، وجابت ايميلا معاها علشان يصدقوا. وطبعا بطلتنا هي كمان اهبل منها وقالت لها يلا بقى اديها. ونزلوا هما الاتنين شرب لحد ما بقوا في السحاب حرفيا. وفي وسط ما الدماغ عاليه كده كايو قالت لها تخيلي ليه شوفك وانت كده. فايميلا قالت لها ما تجيبي سيرته البني ادم ده، انا خلاص بعد اللي سمعته بيقولوا النهارده ما بقتش عايزه اشوف وشه. فكايو فضلت تضحك وقالت لها هو ده الكلام بقى، خلونا نسيبهم في المسخره اللي هم فيها دي بقى ونروح لليه اللي كان خارب الدنيا في المدينه علشان يعرف هم فين دلوقتي. وعرف من الواد اللي وصلهم على كل حاجه عملتها كايو الشيطانه، فقال انا كده عرفت هم فين دلوقتي. وفعلا اصحابنا المجانين على الجانب الاخر كانوا دخلوا في فقره الاغاني كمان مش عارف في ايه، لكن الغريب ان ايميلا كانت بتفكر في ليه فجاه كده، شكل اللي بتشربه ده اثر على الجمجمه باين، وبدات تفكر ان هي يا ترى لو كانت بتحبه من طرف واحد وهو مش حاببها وقتها هي هتعمل ايه. فكايو قالت لها لو انا كنت هكسر دماغه، انا عايزاكي اول ما تشوفيه تنزلي عليه ضرب لحد ما يعترف، ولو ما اعترفش اقتليه، انا اخت اهو بقولك. فايميلا قالت لها هو ده اللي هيحصل، ورجعت تاني تشرب وتخرب
يخربها. في الوقت ده كان ليه وصل وسمع صوت دوشه جامده جدا خارجه من الاوضه اللي هم فيها، واول ما دخل لقى ايميلا المجنونه مقطعه هدومها وعماله ترقص وتغني، ولما شافته قالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ فهو لما لقاها في الحاله دي قال لها يلا علشان نمشي، لكن طبعا على مين؟ قالت له انت فاكر انك هتخدعني بسهوله زي كل مره كده؟ وربنا ابدا ما انا راجعه معاك. ولسه بتمشي راحت دايخه وقع عليه. المهم هو اخدها ورجع، وهم في الطريق بدات تفوق شويه كده وفضلت تبص له زي ما تكون شايفه حرامي دي ولا ايه، ومن غير سابق انذار لقاها بتمسكه من وشه وهوب عينك ما تشوف الا النور يا عزيزي المشاهد السنجل البائس، لدرجه ان هو نفسه كان مصدوم من اللي هي عملته. ولما رجع للقصر طبعا طلع عين كايو لانها هي السبب في كل اللي حصل ده. وفي اليوم اللي بعده شفناهم واقفين كده وشكلهم مستنيين حد، وكان واضح انهم لسه مش طايقين بعض من امبارح، وعرفنا ان اللي هم مستنيينهم دول هم 2 من قبيله ايميلا جايين يزوروها ويعتبروا متربيين معاها من وهم اطفال، وخصوصا واحد هي كانت عماله تفتكر زمان لما كان المعلم بتاعه عرفهم على بعض وطلب منه وقتها انه يعلمها ازاي تدافع عن نفسها من اي خطر، وبالمناسبه كان اسمه يونو. وفعلا من وقتها وهم بقوا مع بعض في كل حاجه، وهو اللي ادالها اللعبه المفضله ليها واللي اتكسرت وقت التفتيش لو فاكرين. لكن المهم ان ايميلا ويونو كانوا مع بعض دايما حتى في اصعب الاوقات، علشان كده بمجرد ما شافته دلوقتي هو والشخص التاني ده واللي اسمه يوجو راحت على طول رحبت بيهم وعرفتهم على ليه، اللي طبعا كان واضح انه غيران وهو شايفها عماله تحضن فيهم كده ولا كانه موجود. لا دي كمان اخدتهم ودخلت لان عندها كلام كتير عايزه تقوله لهم. فتالي قالت في نفسها شكله كده ما يطمنش، واضح بجد انه مش حابب ضيوفنا الجداد دول، وفعلا سابهم ورجع للجناح بتاعه. وعرفنا انه يعرف يوجو من زمان لانه كان بيشتغل هنا في القصر، لكن اللي اول مره يشوفه هو يونو، علشان كده متضايق منه من علاقته بايميلا. الحاجه الغريبه حاليا هي ان التحقيقات اللي شغاله على موضوع الحوادث اللي بتحصل بقالها فتره دي وخصوصا يوم الصيد وصلتهم ان ايميلا كانت متواجده في اماكن خلتهم شاكين ان ليها علاقه بحاجه، ومش عارف هم وصلوا لنتيجه زي دي ازاي بالرغم انها كانت هتموت يومها. لكن حاليا هم لسه ما اتكلموش مع ليه في حاجه بخصوص الموضوع ده، والاحسن ان هم ما يتكلموش معاه خالص دلوقتي علشان هو فيه اللي مكفيه. طول اليوم فضل ياكل في نفسه ويشرب على اخره وهو شايف خفه الدم اللي بين ايميلا والزفت التاني ده، قال يعني الحكايه كانت ناقصاه. بطلنا بقى اول ما يشوفهم عمالين يضحكوا كده يبوظ عليهم اللحظه. امال فين بقى اللي مش طايقها ومتجوزها غصب عنك؟ المهم على الجانب الاخر في المدينه شفنا بنت كده من اللي شغالين في الحانه بتدخل تجيب سيف صغير. فجاه ظهر لها الواد اللي كان بيحاول يختل الامبراطور واللي عرفنا انها اخته، ومره واحده راح ماسكها من رقبتها وعرفها ان ليه هو كمان على القائمه معاهم فلازم تساعدهم علشان ينفذوا الخطه. وعرفنا ان بسبب شغلها في الحانه دي المجرمين عايزين يستغلوها لانها اقرب حد بيتعامل مع الامراء. وفعلا تاني يوم شفناها بتجهز المكان لدان وليه اللي كانوا قاعدين يتكلموا هناك، ولما حاولت تفتح كلام مع ليه هو اللي صدها وخلاها تمشي. في نفس الوقت ده شفنا ايميلا مع يونو في المدينه، لكن الخطير ان كان في حد بيراقبهم من وسط الناس وهم ما كانوش واخدين بالهم خالص. لكن بعد شويه يونو لاحظ وقرروا يمشوا بسرعه، وبعد ما بعدوا عن المكان هو ويوجو اتفرقوا عن بعض علشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. وفعلا لقينا كام واحد شكلهم كده من المرتزقه بيدوروا عليهم، واتفاجئوا ان هم اختفوا بسهوله كده. وقتها كان دان عايز يتكلم مع ليه في النتيجه اللي التحقيقات وصلت لها، واولها انهم بداوا يتاكدوا ان دونج تشي كان بياخد التعليمات من حد جوه القصر نفسه، وده اللي كتبه في اخر رساله سابها قبل ما يموت، وقال فيها انه كان بيوصل له تمويل الجرائم بتاعته من الشخص ده. كمان السهم اللي حاولوا يقتلوا بيه الملك مره في الاحتفال ومره في رحله الصيد، فليه فهم انهم شاكين في ولي العهد زيه. لكن الغريب لما دان غير شكوكه تماما ناحيه ايميلا وقال له انت مش ملاحظ انها دايما بتكون في الاماكن اللي هم بيبقوا فيها؟ كمان واحد من العيال دي كان لابس قناع مشهور في القبيله بتاعتها. غير كده انت ليه ما قلتليش لما هي اتخطفت وانت انقذتها، ولما حاولوا يقتلوها في رحله الصيد وانت برضه انقذتها؟ فليه اتضايق لان دان بيقول كلام خطير ممكن يخرب الدنيا، وقال له ان ايميلا دلوقتي الاميره هنا ومفيش دليل واحد يثبت اي كلمه من اللي هو قاله ده، ومرضوش يكمل كلام معاه وقال له انه هيمشي. في الوقت ده كانت بطلتنا بتعمل الحاجه الوحيده اللي هي بتحبها وهي الاكل طبعا، ولا كانها متجوزه وفي واحد مش طايق نفسه بسبب اللي هي بتعمله ده. وكمان لما رجعوا للبيت يوجو الغبي خرب الدنيا، واول ما شاف ليه لاحظ ان في ريحه غريبه خارجه منه وقال له ايوه انا عارفها كويس، دي ريحه البنات اللي في الحانه يا نمس انت. فايميلا قالت نعم وسابته ودخلت وهي دمها محروق ان البيه مقضيها، وطبعا ليه كان مبسوط لانه عرف يحرق دمها زي ما هي بتعمل. لكن طبعا هو حظه نحس ورجع تاني هو اللي مش طايق نفسه بسبب يونو. وقتها كان راجع للجناح بتاعه والتانيين قاعدين مع بعض والدنيا حلوه على الاخر، فشويه كده وراح داخل لها وقال لها انه هيفضل هنا الكام يوم دول، وخلى الخدم ينقلوا حاجته كلها عندها، والحجه انهم لازم يبينوا قدام الضيوف انهم متوافقين مع بعض. فطبعا ايميلا ما كانش عاجبها الموضوع ده وقالت له انت مالك من الصبح في ايه؟ وكانت
متضايقه انه بيخنقها دايما. المسخره بقى ان بطلنا من اول اليوم كان كل ما يشوف يونو يروح يخترع لها حاجه ياخدها بيها منه، يعني مثلا يقول لها الامبراطور عايزنا في اجتماع عاجل وياخدها ويمشي، ويسيبوا يونو واقف كده زي العبيط مش فاهم حاجه. وفي الاخر ايميلا فضلت قاعده قدام القصر مستنيه الاجتماع ده اللي مش ناوي يحصل، وليه كل اللي بيعمله انه بيماطل معاها، شويه يقطف لها ورده ويعمل فيها الواد الحبيب علشان تفهم انه عايز يقعد معاها، لكنها ابدا برضه كانت الورده ورمتها بعيد وقالت له اخلص في اجتماع ولا لا. في نفس الوقت ده شفنا يونو مستنيهم بره، والغريب ان الواد اللي من العصابه جه يتكلم معاه، حاول يقنعه انه ينضم ليهم، والحجه ان قبيلته كانت هي اللي المفروض يكون منها حاكم المملكه، لكن دلوقتي هم شغالين في القصر زي الخدم، وكمان واحده منهم اتجوزت الامير غصب عنها، وقال له يا ترى مين عايز يأذيها ويخلص منها. فيونو اول ما سمع انه بيهدده بايميلا خرج سيفه وكان خلاص هيقطع رقبته، فالواد قال له اهدى، انا مش قصدي اهددك، بالعكس انا معاك وبحذرك من اللي ممكن يحصل. فيونو فضل باصص له وخاف العيال دي تكون بتخطط لحاجه. في نفس الوقت كانت ايميلا لسه بتتخانق مع ليه علشان يسيبها تمشي، لكن هو قال لها ايه، هو انت ناسيه مش احنا متفقين اننا نزور زين علشان كان تعبان؟ فايميلا قالت له انت محسسني ليه ان عندي زهايمر؟ يا عم انا اول مره اسمع الكلام ده. لكن في النهايه عرف يضحك عليها واخدها هي ويونو علشان يطمنوا على زين برضه، اللي طبعا فهم اللعبه وعمل فيها بيموت يا جدعان مش مجرد تعبان بس. فايميلا الهبله صدقت ودخلت عملت لهم شاي غريب الشكل كده وقعدوا مع بعض. لكن برضه انتوا عارفين حظ بطلنا، فجاه كده لقوا عيل من صحاب زين داخل بيقول له ايه يا عم انت مش متفق معانا نروح نلعب في المدينه ولا هتعمل لي فيها تعبان؟ فليه قال يا دي النيله اتكشفنا. فايميلا على ما استوعبت كده قالت له ايه اللي بيحصل ده بقى؟ يعني انت لا تعبان ولا حاجه وكل ده بتضحكوا عليا؟ طيب والله ما انا قاعده لكم فيها. واخدت يونو ومشيت. فزين فضل يضحك وقال له ايه، اظن عملت اللي عليا، بس بقول لك انت شكلك مسخره وانت غيران كده. فليه اتعصب وقال يا انا الواد ده في القصر، اصل انا كنت ناقص دوشه من بره كمان. ولما رجع لقاها نايمه ومش عايزه تبص في وشه، فحاول ينكشها لكن هي زعقت له علشان يبطل حركاته دي، فهو قال لها خلاص مش هعمل حاجه تاني. لكن كان عايز يعرف هي ما فهمتش اي حاجه من تصرفاته دي يعني، ويقصد انه مش حابب يشوفها مع حد غيره، لكن هي قالت له لا ما فهمتش وراحت نايمه. فهو فقد الامل فيها خلاص وعرف انها غبيه. في الوقت ده شفنا زعيم المتمردين بيتكلم مع نادله بعد ما عرفت انها بدات تتردد في الخطه، وهددها انها لو فضلت تسمع كلام ولي العهد كتير هتكون دي نهايتها. وبعد ما خلص معاها راح علشان يتابع دخول شحنه اسلحه كانت جايه له. وقتها شفناه بيتكلم مع الواد المتآمر مع ولي العهد وبيقول له ان هو الوحيد اللي سمح له يعرف مكان المخازن دي. وهنا نعرف ان الواد ده بيعتبره زي والده لان هو اللي رباه بعد موت ابوه الحقيقي في الحرب، علشان كده هو الوحيد اللي واثق فيه ومعرفه تفاصيل الخطه. لكن فجاه قائد المتمردين راح سحب سيفه وحطه على رقبته علشان هو غير في تفاصيل الهجوم الاخير من غير ما يرجع له، وقال له انا قلت لكم تخلصوا على دونج تشي واللي معاه، ليه غيرتوا الخطه وكنتوا عايزين تغتالوا الملك؟ كمان ليه استخدمتوا الاسهم بتاعه ولي العهد في الهجوم على رحله الصيد؟ ومن غير سابق انذار راح نازل ضرب فيه علشان بغبائه ده سبب مشاكل كتير هم كانوا في غنى عنها. فالواد اترعب وفضل يتحايل عليه يرحمه، وقال له ان عمل كده علشان دونج تشي كان وصل لمعلومات مهمه عنهم فكان لازم يخلص منه، واضطر يوجه الشكوك لولي العهد علشان خطتهم ما تبص ويتكشفوا. وفضل يصيح كتير ويحاول يقنعه انه كان بيحاول يعمل كل ده علشان مصلحتهم. فالواد اقتنع وقال له خلاص انا عارف انك وافي ليا، وامره يكمل في اللي هو قال له عليه. في نفس الوقت عرفنا ان النهارده اجازه في المملكه، والاميره خرجت مع يونو لان في احتفالات في المدينه، وطبعا مين اللي قاعد في يوم الاجازه يشتغل ومش طايق حد؟ طبعا انتوا عارفين هو مين. على الجانب الاخر شفنا ايميلا ماشيه في المهرجانات دي وهتطير من الفرحه ومتحمسه تشوف المكان بالليل لما ينور المصابيح دي علشان بتبقى عامله زي النجوم في السماء. فيونو مره واحده كده راح ماسك ايدها وقال لها بس انا معايا نجمه احلى منهم كلهم، وطبعا يقصدها هي. فايميلا اتحرجت وتوهت في الموضوع بسرعه وراحت ماشيه. كمان هم بيتفرجوا على المكان بالليل ايميلا شافت جمله بتقول لها ما تعتمديش على المظاهر وتجوزي اللي انت بتحبيه. فطبعا رجعت تاني اتحرجت لانه يونو واقف وحاسه ان كل حاجه بتلمح لهم. على الجانب الاخر كانت تالي ومساعد ليه عمالين يحرقوا في مصابيح المهرجان اللي كانت ايميلا بتجهزها، وكانوا مستغربين هي ليه قالت لهم يعملوا كده بالرغم انها تعبت جدا على ما كتبتهم، لكن قالوا يمكن الموضوع له علاقه بالكاهنه. وقتها ليه جه وشاف الحاجات اللي هي كاتباها دي، ومنهم واحده كانت كاتبه عليها انها عايزه تعيش معاه للنهايه. فقال معاه دي اللي هو انا ولا مين؟ لكن افتكر زمان وهو صغير لما كان بيشوف امه بتكتب على الورق ده زيها كده، وكان عارف وقتها ان امه بتكتب الحاجات اللي هي حساها لكن مش قادره تقولها. فقام بسرعه وقرر يروح لايميلا علشان يفهم قصدها. وقتها كان الناس بدات تطير المصابيح بتاعتها وخصوصا المرتبطين اللي كانوا بيتمنوا امنياتهم مع بعض، وكان يونو عايز يكلمها في الموضوع ده علشان يطير المصباح بتاعهم هما الاثنين. لكن ايميلا
عملت نفسها هبلة تاني وقالت له انه لازم يتعرف على بنت يحبها علشان يحضر معاها المهرجان اللي جاي. فهو قال لها لا انا عايز اجيب مصباح لينا احنا، وراح بسرعة يجهز واحد. فإيميلا قالت وبعدين بقى، لانها عمالة تتهرب منه لكن برضه هو مصمم. وفجأة بتبص وراها لقيت ليه جاي وبيقول لها انت بتدوري على مصباح، وادالها اللي كانت كاتبة عليه انها عايزة تكون معاه للابد. فإيميلا وشها قلب الوان وقالت له انت جبتها منين دي؟ انا مش قصدي اللي انا كتبته عليها، انا كنت بتسلى بس علشان اضيع الملل. فهو ضحك وقال لها ماشي، ايه رايك بدل ما نرميه على الفاضي نطيره؟ ومسك ايدها وبدا يولعوا الشمعة مع بعض وطلب منها اللي هي اللي ترميه. فهي رجعت تاني تقول له انا مش مطمنه لك، انت اكيد جاي علشان تبوظ علينا اليوم انا ويونو. فقال لها لا انا جاي اطير معاك المصباح بتاعنا لان ده اول مهرجان لنا مع بعض. وحاول يلمح لها انه مش بيتعامل معاها كواحده اتجوزها غصب عنه وخلاص. لكن برضه إيميلا كانت فاكره الكلام اللي هو قاله عليها، وفضل الاتنين يتخانقوا مع بعض لحد ما جه يونو. فليه طبعا اتضايق، لكن كان عايز يضايقه ويقول له ان هو وإيميلا هيطيروا المصباح بتاعهم مع بعض. فيونو قال لها لا السما خلاص اتملت مصابيح، وورى لها لعبه كده على شكل ضفدعه بتمشي في البحر. فليه قال له قلت لك اننا هنطير المصباح بتاعنا لان ده من التقاليد بتاعتنا، وسحب إيميلا من ايدها ناحيته. فيونو قال له بس هي قالت انها حابه الضفدعه وسحبها من ايدها التانيه. فليه اتجنن انه ازاي يمسك ايدها كده، وازاي اصلا يدخل نفسه في حاجات هو ملوش دخل بيها. فيونو قال له الكل عارف انك مش بتحبها، فما تعملش الشويتين دول علينا، سيبها تختار اللي هي عايزه تعمله. فليه حب يضايقه وقال له ان هو بيحبها علشان كده اختار يتجوزها هي. وطبعا إيميلا كل ده عماله تروح شويه يمين وشويه شمال لحد ما زهقت وقالت لهم يسيبوها. واتفاجئ الاتنين انها بدات تعيط وقالت لهم هم فاكرينها لعبه، الاتنين عمالين يتخانقوا عليها وهي ولا ليها اي راي، وسابتهم ومشيت من غير ما تقول حاجه. في نفس الوقت ده شفنا يوجو خارج من الحانه اللي في المهرجان، ولاحظنا ان المرتزقه باعتين ناس وراه، وكان واضح انهم عايزين يخلصوا عليه، لكنه بسهوله عرف يخدعهم وقال لهم انهم مكشوفين اصلا من البدايه. لكن فجاه جه زايجون اللي من مجموعه المتمردين وضربه وخلاه يغمى عليه. وقتها بقى اصحابنا رجعوا للقصر من غير ما ياخدوا بالهم، وهناك شفنا ليه قاعد مع نفسه بيفتكر اخر ايامه مع امه قبل ما تموت. وقتها عرفنا ان صحيح امه توفت بسبب المرض، لكن في احداث مهمه حصلت قبلها. وقتها الامبراطور كان بيتهمها انها ادت دواء مسمم لواحده من زوجاته علشان تخليها تسقط اللي في بطنها، وده علشان الامبراطور كان سايبها الفتره اللي فاتت دي فحبت تنتقم. فهي فضلت تقول له انها مستحيل تعمل كده حتى لو هو بعيد عنها، هي فعلا بعتت الدواء ده لكنه بالعكس بيفيد الحمل مش بيضره. لكن الامبراطور برضه فضل مصمم على اللي في دماغه وحكم عليها انها خاينه. امرهم ياخدوا منها ليه وهو لسه صغير وقتها، وقال لهم اياكم تشوفوا مره تانية لحد ما تموت. اما هي فقرر يرميها في جناح قديم لوحدها وحبسها فيه طول عمرها. وفعلا فضلت كده لحد ما تعبت وماتت بين ايد ليه اللي كان بيتقطع وهو شايفها كده بسبب حاجه هي ما عملتهاش اصلا. في الوقت ده دخلت إيميلا بسرعه وقالت له في مشكله، يوجو مش لاقيينه في والحرس بيقولوا انه ما جاش من امبارح. فليه قال لها استني ما تروحيش لوحدك لان الموضوع ممكن يكون خطر، واخد سيفه وراح هو ويونو وهي يدوروا عليه. لكن في البدايه كان عايز يعرف هل في حاجه غريبه حصلت في الايام اللي فاتت دي. فيونو افتكر لما زايجون جه يتكلم معاه وحاول يقنعه ينضم ليهم ويسيبه من الامبراطور. فليه اتضايق لان ازاي معلومه خطيره زي دي هو ما قالش عليها. بالشكل ده زايجون ليه دخل بخطف يوجو، وممكن يكون له دخل بمصايب تانية. وفعلا ليه امر المساعد بتاعه يسبقهم على هناك ويحاول يعرف اي معلومه عن الموضوع ده. وقتها شفنا زايجون ماشي في المدينه واصحابنا وراه لحد ما عرفوا المكان بتاعه. وفعلا شفنا يوجو مربوط جوه، واتفاجئ ان واحد اسمه لانج هو نفسه اللي خطفه. والمفاجاه كانت لانهم اولا يعرفوا بعض من زمان جدا، وثانيا هو كان فاكر ان عنده هدف نبيل بيحارب علشانه. وساله انت ايه اللي خلاك تتحالف مع الاعداء علينا؟ فزايجون قال له ما تلومهوش، هو اختار الجانب الصح. انا سمعت ان والدك حاكم المقاطعه عايز يقتله ظلم بسبب جريمه ما عملهاش. فيوجو قال له ما تسمعش كلامه، هو بيضحك عليك، حاكم المقاطعه عارفك كويس ومستحيل يعمل فيك حاجه زي كده. فزايجون سكته وقال له هنشوف الموضوع ده دلوقتي. على الجانب الاخر كان ليو اللي معاه بيحاولوا يدخلوا بهدوء علشان العصابه ما تاخدش بالها. وقتها سمع صوت يوجو خارج من المخزن، لان وقتها زايجون كان عمال يشربه ماده مخدره غريبه كده. في البدايه هو كان فاكرها سم، لكن اكتشف انها كحوليات مخلوطه. ولما يوجو اغمى عليه لانج خرج سيفه وخلاص كان هيخلص عليه. وقتها كان ليو الباقيين جنب المخزن، وفجاه كده العصابه لقت الدنيا كلها بتولع. في ثانيه كان يونو وليه نازلين فيهم تقتيل من كل حته، خلصوا على عدد كبير منهم. حتى إيميلا كانت ماسكه خشبه وبتضرب فيهم. بعدها اتخفوا وعرفوا يدخلوا المخزن بسهوله وخدعوا لانج وانقذوا يوجو. لكن فجاه وهم خارجين اتفاجئوا بشويه من العصابه
وقفوهم واكتشفوا الخدعة، لكن قبل ما يعملوا اي حاجة بدأ يونو ومساعدين ليه يتخانقوا معاهم. كمان هو قال لها خليكي معاه وراح يساندهم لان العيال كانوا لابسين دروع قوية جدا مخليه قتلهم صعب، وقال لهم كله يركز ضربه على الاماكن المكشوفة، وفعلا قدروا يخلصوا عليهم بسهولة. كمان فجأة كده ظهر واحد غريب واخد ضربة مكان ليه وسببت له اصابة قوية في ايده، وعرفنا ان ده اخو ليه الخامس والقائد العسكري للمنطقة الشمالية واللي بالمناسبة اسمه شن. فجأة كده لقوه جاي ومعاه الجنود بتوعه وخلصوا على باقي العيال بسهولة، وكل ده كان زايجون شايفه من بعيد وقرر يهرب بدل ما يتشلوح. ليه بقى من المفاجأة ما كانش مستوعب هو عارف مكانه منين، لكن بعد ما الدنيا هديت كده وعالج الإصابة اللي في ايده قال لهم انه كان في زيارة مفاجأة للقصر، ولما عرف بالمهمة اللي ليه فيها قرر يروح يساعده هو والرجالة اللي معاه، وبالمرة يتعرف على مرات ليه الجديدة. فإيميلا كانت مبسوطة انها اتعرفت عليه بالرغم انها كانت مستغربة شوية لانها كانت اول مرة تشوف ليه فرحان كده لما يشوف حد، لكن شوية وفهمنا ايه سبب ده، لان شين تقريبا هو الوحيد من اخواته اللي كان قريب منه بعد اللي حصل لامه زمان، علشان كده هو عند ليه حاجة كبيرة جدا وبيحبوا اكتر منهم كلهم. المهم دلوقتي هم عرفوا ان الاسرى اللي هم مسكوهم اتكلموا، والمشكلة ان كلامهم بالاضافة للدروع اللي هم استخدموها النهاردة دي بتدل على شخص واحد برضه. وقال له شين انا لما قرأت الرسالة اللي انت بعتها انا ما كنتش مصدق وافتكرت ان في حد عايز يورط ولي العهد في المؤامرة دي، لكن كده ولي العهد ليه دخل باللي بيحصل؟ واضح ان السلطة غيرته وبقى مستعد يعمل اي حاجة علشان الحكم. فليه قال له العمل دلوقتي هنتصرف ازاي؟ فشين قال له مش احنا اللي هنتصرف، انا طلبت من دان هو اللي يتكلم مع الملك وعايزك انت تكون بره الموضوع ده خالص. وفعلا على الجانب الاخر شفنا دان بيتكلم مع الملك وبيعرفه بكل حاجة، ولان الملك كان شاكك اصلا ما اخدش وقت كتير علشان يصدق، وقال له الواد ده خرج عن السيطرة ولازم تكون ليه نهاية. فدان برضه قال ان ممكن يكون كلام الاسرى ده مش حقيقي، علشان كده لازم ما نستعجلش، وطلب من الملك يتكلم معاه ويشوف ايه الموضوع. لكن الملك رفض وقال له اتكلم معاه انت وقول له ان مفيش حد غيرك عرف الكلام ده، دي فرصته الاخيره معايا، لو ثبت ان ليه اي دخل باي حاجه هيتحبس ومش هيبقى ولي العهد يوم كمان. تاني يوم كان خلاص يوجو ويونو قرروا يرجعوا القبيلة، وراحت إيميلا علشان تودعهم، وكانت بتحاول تقنعهم يفضلوا معاها كام يوم كمان لأن لسه المهرجان شغال، لكنهم قالوا لها خلاص بقى كفاية كده علشان ليه ما يزهقش مننا، وطلب منها تروح تجيب له وردة كده قبل ما يمشي. فليه قال له أنت قصدت تمشيهم علشان نتكلم مع بعض صح؟ فقال له أيوه جدع، أنا بس كنت عايزك تاخد بالك إن اللي حاولوا يقتلوا إيميلا والملك واللي خطفوني امبارح كلهم بيشتغلوا عند نفس الشخص واللي هو اللي بيأمرهم يعملوا كده. فليه قال له حتى أنت لاحظت الموضوع ده؟ عموما احنا عارفين مين بيعمل كده، لكن الاول لازم نلاقي ادله عليه علشان نعرف نواجهه، لانه برضه اكيد هو مش لوحده في المؤامره دي، وعلى الاغلب الموضوع هيكبر لو انكشف. فيو قال له يا عم ما تقلقش كل حاجه هتبقى تمام، بس انت خلي بالك من ايميلا. وقتها كانت هي بتدور على الورده اللي يوجو عايزها، واتفاجئت ان يونو بيقول لها تعالي معانا وسيبك من العالم دي، لكنها كالعاده غيرت الموضوع وقالت له للاسف مش احنا اللي بنختار احنا عايزين ايه. وبعد ما مشيوا رجع ليه وايميلا تاني للجناح بتاعهم، لكنه كان مستغرب هي ليه ساكته كده، وفهم انها اكيد زعلانه علشان هم مشيوا وسابوها. فهو حاول يتكلم معاها وقال لها ما تخافيش هم بعتوا لي رساله انهم وصلوا بخير وممكن نروح انا وانت للمهرجان بكره. لكن اللي فاجئه ان ايميلا بتقول له مش لازم نتظاهر اننا كويسين مع بعض، خلاص كل حاجه رجعت لطبيعتها فممكن ترجع لاوضتك. فهو اتفاجئ وقال لها لا انا مش عايز كده، وكان واضح انه فعلا عايز يحسن علاقته معاها مش مجرد انه بيمثل قدامهم. لكن هي فضلت مصممه وقالت له انت انقذت حياه يوجو وانا هفضل طول عمري فاكره ده، لكن انت مالكش ذنب تعيش مع واحده كانت مخطوفه وانت انقذتها وبسببها حياتك كلها باظت. فليه اتفاجئ وقال لها انت سمعت اللي انا قلته لما كنت عند زين؟ في نفس الوقت كان يونو ويوجو بيتكلموا مع بعض، وبيقول يوجو ان ايميلا كانت عامله جو برضه بحماسها وهم هناك. فيونو قال له انت صدقت اللي هي كانت بتعمله هناك ده؟ ايميلا كانت بتخبي زعلها بانها تبين لنا انها مبسوطه جدا، وهي عكس كده واحده محبوسه في مكان غصب عنها لا هي قادره تخرج منه ولا قادره ترجع لحياتها الطبيعيه. فيوجو اتفاجئ لانه ما اخدش باله خالص من كده، لكن برضه قال ليونو انها دلوقتي عايشه في مكانه كويسه بدل التعب اللي هي كانت فيه من صغرها، وطلب منه يرجع لشغله في القبيله وينساها. لكن كان واضح ان يونو مش عاجبه الكلام ده ومش هيسكت غير لما يغيره. والغريب بقى لما دخل اوضته شفنا الواد لانج اللي خطف يوجو موجود، وما بقيناش فاهمين هل يونو هو اللي امره يعمل كده وليه اصلا. في الوقت ده شفنا ليه بيتكلم مع ايميلا بره الجناح وبيشرح لها هو ليه وافق يتجوزها. كمان هي حكت له عن كلام ابوها ليها قبل ما تيجي هنا، قال لها انها بالجوازه دي
هتنقذ ارواح ناس كتيره وهتتسبب في ان الحرب تقف نهائيا، وكلام كتير هي ما كانتش تعرف عنه حاجه. وسالته ازاي هي كانت ممكن ترفض حاجه زي كده، فلي سكت وقال لها انا عارف ان انا كنت اناني، وعارف ان كنت بفكر في مصلحتي انا ومش فارق معايا مين يموت ومين يعيش، لكن صدقيني انا كنت بعمل كل ده علشان كنت بفكر بطريقه غبيه، حتى اني كنت بلومك انتي وانت مالكيش ذنب باللي حصل. ايميلا سابت ايده وقالت له الكلام ده ملهوش فايده دلوقتي، انا من الاول وانا عارفه اني هبقى مجرد اداه سياسيه للمملكه واللي بيحصل فيها، فعادي، انا اصلا ما كنتش منتظره ان اتحب من حد، حتى اني كنت غبيه لما صدقت انك ممكن تحبني مع الوقت، مش عارفه ازاي. يمكن انت علشان كنت لطيف معايا في اغلب الاوقات اتخدعت، لكن كويس انك كنت كل مره بتفكرني ان مجرد واحده اتجبرت عليها وخلاص. وقتها بدات ايميلا تعيط وعرفته انها مش هتقف في طريقه تاني بس يسيبها في حالها. فلي كان واقف مش مصدق اللي هي بتقوله وجري عليها وحضنها لاول مره وقال لها لو انت عايزاني ابعد عنك فانا المره دي اللي بقولك لا، انا اللي عايز ابقى جنبك على طول الوقت وانا بخدع نفسي ان عايز ابعد عنك، لكني كنت غلطان. واعترف لها انهم من غير ما ياخدوا بالهم حبوا بعض من غير ما يكون ليهم تحكم في اي حاجه. طبعا ايميلا فضلت فاتحه بقها من المفاجاه وما عرفتش ترد تقول ايه. اخيرا اللي ما عندهوش قلب اعترف باللي جواه. لكن دلوقتي خلونا نسيب عصافير الحب دول ونروح لدان اللي كان بدا يحط الخطه اللي هيقبض بيها على الخونه، وعرف القائد شيانج بقائمه الاسماء اللي هيبداوا يقبضوا عليها في الايام الجايه. لازم الموضوع ده يخلص بكل سريه. ولما خرج قابل جانا اللي عرفنا من الجزء الاول انهم بيحبوا بعض، لكن محدش يعرف بالموضوع ده، خصوصا ان جانا اميره من العيله الملكيه وشيانج فرد من الجيش، لكنهم كان عندهم امل انه لو نجح في المهمه الجايه دي الامبراطور هيوافق على علاقتهم، علشان كده طلبت منه ياخد باله من نفسه في اللي جاي. تاني يوم شفنا بطلتنا المجنونه عماله بتجهز وبتتشيك وبتدور على حاجه جديده تلبسها. انتوا فاكرين طبعا انها لسه مصممه على الكلام اللي هي قالته ليه انه يبعد عنها وكده؟ لا طبعا يا صديقي، دي ايميلا دي خفيفه زي الريشه. اول ما الواد قال لها الكلمتين دول راحت طايره على طول. حتى تالي كانت مستغربه بس قالت لها ايوه بقى يا عم، يا بخت اللي عندها امير عايز يخرج معاها النهارده. فالتانيه وشها قلب الوان وقالت لها طيب يلا خلصي بقى علشان متاخرين. وفعلا بعد شويه شفناهم مع بعض في السوق علشان كانت بطلتنا عايزه تشتري لبس جديد النهارده. وطبعا الضحكه كانت على وشها من هنا لهنا، خصوصا لما عرفت ان ليه ساب اجتماع مخصوص بين الامراء وقرر انه يروح معاها. وقالت له بص بقى انت لازم تعوضني على كل الوقت اللي فات ده، علشان كده كانت عايزاه يروح معاها لكل الاماكن اللي هي بتحبها في المدينه. وفعلا اخدته المطعم عم نونو بتاع المملكه، عنده احلى اكل مجهول المصدر ممكن تاكله في حياتك. لكن ايميلا اهم حاجه عندها الطعم مش الجوده، او بمعنى اصح الكميه مش الجوده. اديها يا صاحبي وما تسالش على حاجه. والغريب ان ليه هو كمان عجبه الاكل وقال لها يلا بينا نزل لي يا ابني 10 اطباق هنا، هو الواحد هيعيش كام مره يعني؟ وحرفيا الوضع اتقلب مسخره على الاخر. بعدها هم ماشيين عدوا على حفله كده فيها واحده واقفه وماسكه ورد في ايدها، واللي هيمسك الورد ده لما هي ترميه يبقى هو اللي هيتجوزها. ايميلا الهبله بقى تسكت؟ لا طبعا، كانت فاكره ان الورد ده هديه باين، وراحت ماسكاه على طول وراحت تديه ليه. فهو شرح لها الوضع لان شكلها كده مش عارفه. ولما هي استوعبت قالت له لا جواز ايه، هات البتاعه دي، وادتها لحد تاني. قال تجوزوا واحده تانيه. قال هي ايميلا لحقت اصلا. المهم والاتنين بيشتروا الحاجات اللي هم محتاجينها. قابلوا شيانج هناك بيشتري هديه هو كمان، لكن طبعا ما قالش انها لجانا. لكن وقتها شفناها هي كمان واقفه في مكان المهرجان لانها اتفقت معاه يقابلها النهارده بعد ما يخلص، وكانت قلقانه لانها عارفه ان المهمه اللي هو رايحها دي خطيره جدا. ومن جهه تانيه شفناه هو بيشتري لها الهديه دي، لكن الغريب وهو خارج شاف الواد زايجون واتفاجئ هو رايح فين ده، وقرر يمشي وراه ويراقبه. اللي هو ما يعرفوش بقى انه كان عند قائد المتمردين اللي كان رايح علشان يقابل ولي العهد. لكن فجاه زايجون قال له استنى، ولي العهد اللي جاي لك بنفسه المره دي. فالواد اتصدم وما بقاش فاهم حاجه، ومره واحده لقى اللي بيفتح الباب، والمفاجاه انه كان شن. وركز معايا عزيزي المشاهد بقى في اللي جاي ده، لان كل المعلومات اللي احنا عرفناها في الاول دي هتتلخبط 180 درجه. ولي العهد اللي اسمه سانج واللي احنا فاكرينه طول الوقت الخاين ما طلعش هو ده، طلع شين اخوهم الخامس. وبالرغم انه كان بعيد عن المملكه دايما، لكنه كان بيستغل ده علشان يوقع سانج ويطلعه ان هو الخاين علشان يخلص منه. هو اللي سلم الاسهم بتاعته والدروع للمرتزقه علشان ينفذوا بيها خططهم، وهو اللي لعب في دماغ دان وليه علشان يوصلوا الكلام للملك. ليه بقى بيعمل كل ده لسه هنعرف قدام، فركز معايا. المهم حاليا هو جاي علشان يخلص على قائد المتمردين ده، بالرغم انه كان واحد من رجالته، لكن لمجرد بس ان حس منه بتحركات غريبه
غريبة خلى الواد زايجون يخلص عليه ويبقى مسؤول مكانه. لكن انت فاكر ان الوضع هيمشي بسهولة كده يا صديقي؟ اكيد لا. لكن خلونا نرجع لابطالنا اللي كانوا في المدينة. وقتها كانت إيميلا خلاص جابت كل حاجة هي عايزاها، وتقريبا بطلنا كان واخدها على قد عقلها خالص، وبرضه هي كانت فرحانة بصراحة ونسيت بقى اللي كان قايله عليها. وقبل ما يرجعوا للجناح قال لها انه هيروح يشتري لها الاكل اللي هي عايزاه ويرجع. وفعلا كل حاجة كانت ماشية زي الفل لحد ما فجأة ظهر يونو مرة تانية في المكان قدام إيميلا. في الناحية التانية كان ليه اشترى الاكل ورجع لا اكتر من 5 مرتزقة بيحاولوا يقتلوه، فبسرعة راح مخرج سيفه وبدأ يقتل فيهم واحد ورا التاني. لكن اللي صدمه لما شاف الولا يونو ده وقال هو بيعمل ايه هنا وعايز ايه تاني من إيميلا. وقتها كان ليه بيحاول يتصدى للمرتزقة بأي طريقة، وبأعلى صوت عنده ندح عليها علشان تاخد بالها من اللي بيحصل. ولما هي شافته حاولت تعرف هو في ايه، لكن يونو مسكها من ايدها وطلع يجري. حاول ليه يلحقه بسرعة لكنه اتصف في كتفه، والواد عرف ياخدها ويخرج من المدينة خالص تجاه قبيلتهم. في نفس الوقت شفنا شيانج لسه مراقب زايجون، واتفاجئ انه وصل للجناح بتاع الملكة نفسها، فما بقاش فاهم هو ايه اللي هيحتاجه واحد مجرم زي ده منها. واتصدم لما عرف ان الملكة نفسها هي اللي مشغلاه لحسابها، هي اللي قالت له يقتل صاحب محل الفضة لو فاكرين في اول الانمي، لانه عرف معلومات عنهم وكانت خايفة للمعلومات دي توصل للملك. وهنا يا صديقي عايزك تركز معايا تاني، لان الحوار ظهر له اطراف جديدة. احنا دلوقتي عرفنا ان ابن الملكة ده اللي هو سانج ولي العهد ما يعرفش حاجة اصلا ولا ليه في اي مؤامرة بتحصل. بالعكس امه دي هي اللي كانت بتخطط من جميع النواحي علشان تخلص من الامبراطور وليه، وده علشان ابنها يكون الملك باي طريقة. حلو الكلام. الولا زايجون ده بقى عامل تحالفات مع الامير شين من وراها هي نفسها علشان عايز ينتقم من ولي العهد ابنها زي ما قلنا. هي تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ ابدا، ولا عندها اي خبر بيه. امال الواد زايجون ده بيلعب على جميع الاطراف ليه بقى؟ لسه مش عارفين ايه اللي في دماغه، لكن زيارته ليها دي بدأت توضح شوية. هو حاليا جاي يعمل فيها الواد الوافي ليها ويقول لها انه قتل قائد المتمردين النهارده. فطبعا هي اتفاجئت وقالت له ليه وازاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ فقال لها انا عرفت ان هو بيخطط لحاجه ضد ولي العهد مع الامير شين، وكانوا ناويين يقولوا للملك ان ابنه عايز يقتله علشان يستولي على الحكم، وبكده تكون كل خططنا راحت على الفاضي. كمان قال لها ان شين هو اللي امر باغتيال الملك وإيميلا في الاحتفال وفي الغابه، وكل ده علشان يوجه الشكوك ناحيه ابنك سانج. طبعا الملكه لما سمعت كل الكلام ده اتجننت وصدقته على طول، وقالت له بص احنا كده هدفنا مش إيميلا وليه بس، شين هو كمان لازم يموت علشان الطريق يبقى مهيأ لسانج. سانج لازم يكون الملك، فاهم ولا لا؟ ووقتها هعينك انت في منصب مهم جدا في المملكه لو ده حصل. فهمت بقى يا صديقي الموضوع ماشي ازاي؟ كده الواد زايجون ده عايز يطير كل الاوراق التانية ويخلي ورقه الامبراطور وابنها بس، ابنها يحكم المملكه، هو يتظبط ودنيته تبقى عنب، ولا بقى تقول لي شين ولا مرتزقه ولا بطيخ. كل ده بقى كان شيانج سامعه من بره ومصدوم ان الملكه هي اللي طلعت بتخطط لكل ده من البدايه، ومن غير ما ياخد باله لقاهم متجمعين حواليه، واتفاجئ ان هي بتأمرهم يقتلوه هنا. وقتها كانت جانا مستنياه على الجسر لكنها ما عرفتش اللي هو فيه حاليا. في نفس الوقت شفنا الواد يونو ساحب إيميلا وعايزها ترجع معاه للقبيله دلوقتي، لكن هي وقفته ورفضت الكلام ده لانها عايزه تفضل مع اللي هي بتحبه. فهو فضل يقنعها انها لو فضلت هنا هتعيش حزينه طول عمرها، لان ليه ده عمره ما هيحبها زي ما هي بتقول. وقتها ليه جه هو كمان ونده عليها علشان يرجعوا، فيونو جاب اخره خلاص وقال له انت شكلك كده عايز تموت. انطلق عليه باقصى سرعه عنده، وبدا الاتنين يتخانقوا بكل شراسه على مين هياخدها. ولان ليه كان لسه خارج من خناقه مع باقي المرتزقه بتوعه وكان خلاص مش قادر يحارب، بدا يخرج دم من بقه ووقع على الارض من التعب. وقتها يونو طار عليه علشان يخلص الموضوع، لكن فجاه لقينا إيميلا بتاخد سيف من واحد من العيال دي وبتتصدى لضربته هي وليه مع بعض. فالواد خاف لما شافها ماسكه دراعها وخاف لا تكون اتصابت، لكنها انفجرت في وشه وقالت له امشي من هنا، اظن كفايه الاذى اللي انت اذيته لنا لحد كده، انا مش عايز اشوفك مره تانية. فيونو اتصدم من كلامها وعرف انها اختارت ليه مش هو، بس قال لها انه عنده امل انها ترجع تاني للقبيله علشانه في يوم من الايام. لكن في الاخر شفناها واقفه هي وليه مع بعض كدليل ان ده مش هيحصل خلاص. في نفس الوقت ده شفنا المرتزقه كلهم اتجمعوا بكميه كبيره حوالين شيانج، والوضع ما بقاش يطمن، بالرغم ان شيانج معروف عنه انه قوي جدا، لكن برضه الكثره تغلب الشجاعه. وكان واضح ان اللي هو قلقان منه هي جانا اللي مستنياه دلوقتي، واكيد هتموت من القلق لانه اتاخر. وكان واضح ان الواد زايجون ده عارف وقال له ما تقلقش مش هتلحق تروح لها، لكني هروح اجيبها لك بنفسي. فشيانج قال له لو فكرت تلمس شعره منها هفصل رقبتك عن جسمك. ومن غير تفكير راح مخرج سيفه وقال لهم مفيش حد فيكم هيخرج من هنا حي. وفعلا والاول مره نشوف شيانج بيحارب بكميه الحقد اللي في قلبه دي، حرفيا لوحده من غير اي ذره رحمه، نزل فيهم تقتيل من كل مكان، نيمهم على الارض كلهم، لدرجه ان زايجون بقى واقف مش مصدق اللي
هو شايفه جثث في كل حته زي ما يكون بيقتل دبان. ومره واحده لقى شيانج بيبص له وبيقول له مش قلت لك مش هسيب واحد منكم يخرج حي من هنا. فالواد اخد ديله في اسنانه وطلع جري باقصى سرعه عنده. لكن للاسف كميه الاصابات اللي كانت في جسم شيانج كانت اكتر من ان اي حد يتحملها، وللاسف وقع على الارض وهو بينزف. ومن الناحيه التانيه جانا هي كمان اقتنعت انه مش هيجي خلاص، لكن وقتها هو بدا يعزف اللحن المفضل ليها علشان يقول لها انه لسه موجود. وهنا هي بدات تجري ناحيه العزف بسرعه وهي بتعيط. وعلى الجانب الاخر كانت ايميلا واخده ليلي الجناح علشان تعالجه هو كمان من الاصابات اللي فيه. واتفاجئت لما شافت كميه الندوب اللي في جسمه، بدات عينها تدمع لانها ما كانتش متخيله انه مر بكل ده وشايل في قلبه وعمره ما اتكلم مع حد عن اللي حصل له. هو قال لها انا حاولت على قد ما اقدر ما تشوفيش الماضي ده لكن ما قدرتش. لكن هي قالت له مش فارق معايا اعرف، اهم حاجه دلوقتي انها قررت تفضل جنبه وتكون الداعم ليه. وعلى الجانب الاخر شفنا سانج راح يتكلم مع الملكه وبدا اخيرا يفهم جزء من المؤامره اللي بتحصل، وسالها انت ليه عايزه تقتلي ليه مراته. وهنا اكتشفنا سر خطير جدا حصل زمان وكان سانج السبب فيه. لو فاكرين ان والده ليه ماتت بسبب انها بعتت دواء لواحده من اللي كان الملك يعرفهم، وقتها هي اكدت له ان الدواء ما كانش فيه اي ماده مسمومه، وفعلا ما كانش فيه حاجه. لكن وقتها جه سانج وهو صغير وحب يعمل مقلب فيها وحط لها في الدواء حشره سامه. طبعا هو ما كانش يعرف خطوره اللي هو عمله ده، وبسببه الملك خسر ابنه وظلم امه ليه وتسبب في موتها. علشان كده لما الملكه دي عرفت قررت تخبي على ابنها وما عرفتش حد باللي حصل ده، وكله في سبيل انه يبقى الملك بعد كده. في تفصيله مهمه برضه لازم تعرفوها. زمان شين شاف سانج وهو بيحط الحشره دي في الدواء لكنه ما اتكلمش، وده لانه كان بيكره الملكه دي وابنها بسبب اللي عملوه في ليه والدته. ولحد دلوقتي هو بيعمل كل المؤامرات دي علشان يخلص منهم الاتنين. وعلشان سانج ده اصلا على الله مش فاهم اي حاجه قرر يمشي ورا كلام امه وخلاص، بالرغم انه عارف انها بتخطط لمصيبه. ولان المثل بيقول لك المصايب لا تاتي فرادى، الملك وصل له خبر ان يونو المجنون عمل انقلاب على الحاكم اللي في المقاطعه بتاعته واستولى على الحكم دلوقتي. ودي طبعا مصيبه لان دي القبيله بتاعت ايميلا واللي كانوا ما صدقوا الدنيا تهدى بينها وبين باقي القبائل. علشان كده امرهم يجهزوا الجيش بسرعه علشان يتصدوا للخاين ده. مين بقى سايبين الدنيا تضرب تقلب وعمالين يحتفلوا لاول مره بجوازهم؟ اكيد انتوا عارفين العالم الرايقه دي اللي مش حاسين باي حاجه من اللي بتحصل بره. والغريب ان المؤامره اللي بقالها شهور بيخططوا لها فجاه كده اتكشفت في يوم واحد. فيا ترى ايه مصير المملكه واللي فيها بعد اللي بيحصل ده؟ كل حاجه دلوقتي بقت على المكشوف. الملك فاكر ان الخطر الوحيد عليه هو يونو اللي طلع له فجاه ده وعمل انقلاب، لكن في الواقع الخطر الحقيقي عليه هم اللي بيخططوا يخلصوا منه علشان الحكم. ويا ترى ايه اللي هيحصل مع شيانج وجانا؟ وهل قدروا يوصلوا لبعض بعد ما شفناه واقع على الارض بيعزف؟ وايه مصير علاقه ليه بايميلا اللي خلاص بقت زي ما كانوا هم بيتمنوا من الاول خالص؟ بكده يا صديقي يكون الموسم الثاني خلص، وحاليا لسه الاستوديو ما عملش جزء ثالث للانمي، فادينا مستنيين بقى الجزء الثالث لما ينزل علشان نعرف ايه اللي هيحصل في القصه الاسطوريه دي. الوضع كده اتقلب فوق تحت والدنيا بايظه على الاخر، فعايزين نعرف ايه اللي هيحصل. اتمنى يكون الفيديو عجبك وعايزك تقول لي ايه رايك، تتوقع القصه دي هتنتهي على ايه ومين هينتصر في الاخر؟ ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. ويلا سلام.